بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الليبي العظيم، تشهد بلادنا هذه الأيام منعطفا تاريخيا خطيرا، ويراقب العالم المجاور والبعيد بانتباه شديد مجريات الأحداث في ليبيا وتطوراتها مع بلوغ يوم 17 من ديسمبر 2017، اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذلك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها. ويشعر المواطن الليبي مع مطلع هذا اليوم أن صبره قد نفذ، وأن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء قد أصبحت بعيدة المنال، إن لم تكن وهما وسربا. مع تشابك المصالح الدولية في الأزمة الليبية وسقوط الوعود الأممية وتعهدات السياسة المنخرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق السياسي، ويشعر أيضا أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المسارات القائمة أصبحت تتبدد وتتلاشى، ليحل محلها الإحباط وخيبة الأمل والرجاء وفقدان الثقة في كل المؤسسات المحلية والدولية التي تعهدت بمد يد العون للليبيين وأخذت على عاتقها مسؤولية معالجة أوضاعهم المتردية ورفع معاناتهم المتفاقمة مع مرور الزمن. ونشهد مع مطلع يوم 17 من ديسمبر بكل مرارة وأسف مؤشرات دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتدهور جاد أو بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء، وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية، وتفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اكتراث أو مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد الحل وفرضه، ودون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية أو الدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع وتبنيها ما يسمى بمسارات الوفاق أي إجراءات استباقية عملية جادة تطمئن الشعب على حاضره ومستقبله، وتجنب البلاد هذا المنزلق الخطير رغم كل الشعارات البراقة التي كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة، بدءا بحوارات غدامس وانتهاء بحوارات تونس مرورا بجنيف والسخيرات وغيرها، والتي انتهت جميعها بحبر على ورق للأسف. وقد عمدت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ أكثر من عام من منطلق الحرص على تجاوز الأزمة التي طال أمدها إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولي، وتحديدا مع الدول المهتمة بالقضية الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتقديم المبادرات للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، والتحذير من مغبة إطالة أمد الأزمة والتغاضي عن معاناة الشعب الليبي، والتنبيه إلى ضرورة الإسراع في دفع الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة إلى حل شامل قبل تاريخ 17 من ديسمبر الجاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن كمقدمة لتحقيق الاستقرار السياسي، إلا أن التراخي الأممي والعناد المحلي وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب أدت جميعها إلى انتهاء الأجل دون تقديم أي ضمانات حقيقية تؤدي إلى حل شامل وعادل، حتى بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية،
وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورغم ما نواجهه من تهديدات نعلن وبكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه، فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات، وهو صاحب القرار في تقرير مصيره بمحض إرادته الحرة. ونرفض رفضا قاطعا أسلوب التهديد والوعيد، ونتعهد للشعب الليبي بأننا ملتزمون بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته وحتى آخر جندي في صفوفنا، كما نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها، ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي، حفاظا على كياننا ووحدته، ووفاء لشهدائنا وجرحانا، وتقديرا لتضحيات جيشنا البطل. حفظ الله ليبيا من كل سوء، والمجد والخلود لشهدائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.